الله أوقاتكم. للأسف التلفزيون المغربي لم يخذل توقعاتنا، إنه مكفس كالعادة، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فقد تتبعنا جميعاً بقلب يفيض بالألم البرامج الهزيلة المعدة للشهر الفضيل، ولا ننسى المسلسلات التركية المدبلجة بالدارجة. أما المسلسلات المغربية لهذا العام فككل سنة كل ما يقال عنها لو كان الخوخ كيداوي كان داوى راسه. نفس الوجوه القديمة ونفس أسلوب الفكاهة اللي عفى عليها الزمان والمكان والعرض والطول، ونفس المواضيع السطحية. صراحة كفس من سطحية درية عندها 12 عام أو حالة الفيسبوك. وممكن الإيجابية الوحيدة أن البرمجة ديال البرامج كتخليك تلجأ لربك وتنوض توب وتصلي على الله يغفر ليك والله يجعلها بمغفرة الذنوب. المهم وزارة الصحة والسي الوردي غادي يصرف بكية الدواء من النوع اللي كيفشفش مضاد للحموضة لكل مواطن باش ما يكتروش ضحايا التلفازة ولا قدر الله يوصلوا للسبيطار. حافظوا على مرارتكم وممنوع الوليدات يتفرجوا، لأن الخلايا العصبية في الصغار تتلف دغيا، واللي مشى ما كيرجعش. يمكن خاصنا نرجعوا لعهد الخرايف ديال جدة. يا مات السسبنس الحقيقي. صراحة كفس من سطحية درية عندها 12 عام. يا مر بزاف، كون غير جبتو بمذاق البرتقال.